نشوف ازاي كسبنا من اوراسكوم للتنمية 16% في خلال حوالي تقريبا شهر. من فترة كنا نزلنا فيديو ازاي نخش صفقات او تعالوا نخش صفقة سوا، ودخلنا صفقة طلعت مصطفى وللأسف الصفقة دي خسرت، فنزلنا صفقات تعويضية منهم صفقة اوراسكوم للتنمية. دخلنا الصفقة دي بناء على ايه؟ بناء على ان اوراسكوم دخلت عند اوردر بلوك قوي وتوقعنا منها ارتداد لانها احترمت مكان الاوردر بلوك. وقت الفيديو ده احنا نزلناه امتى؟ يوم 6/3. قلنا الهدف فين؟ عند ال27 علامة 6 بربح حوالي 16%. اللي داخل الصفقة دي قعد فيها قد ايه؟ قعد فيها حوالي شهر واسبوع، حاجة زي كده يعني، حوالي 40 يوم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. شوف، بالرغم ان حصل مكاسب لما السوق ريح والحرب قامت، الصفقه رجعت تاني وتقريبا لسعر الدخول، لكن انا برضو ما اديتش فيها امر وقف خساره لان السهم ما زال كويس. طب الصفقه ريحت، لا مش هنخرج منها. ولاحظ انها مع كل تريحه بتحترم نقطه الدخول ما بتعديهاش. نكمل اكتر، نلاقي انها بالظبط من يومين او امبارح، بالظبط امبارح او اول، ضربت الهدف الحمد لله بربح 16%. واحنا لما خسرنا في طلعت كنا خسرانين كام؟ اعتقد 6 او 7%. صفقة واحدة 16%. ودي صفقة من ضمن الصفقات، لسه هنكمل الباقي. يعني 16% في شهر تقريبا.